يا صباح الفل، صباح السعادة، هو صباح الهنا. صباحكم كله محبة وفرح ورزق وراحة بال. صباحكم دعوة حلوة من القلب ليكم ولأولادكم ولأولادي. ربنا يكبرهم جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. اللهم أمين. ويرزقكم ويعطيكم حتى يرضيكم فوق ما يرضيكم، ويرزق أزواجكم. كل اللي نفسه في حاجة ربنا يديله بزيادة. يا رب اللي نفسه في الذرية الصالحة ربنا يرزقه بالذرية الصالحة هو وكل مشتاق. اللهم أمين. وكل اللي نفسها في زوج صالح يا رب يعطيها حتى يرضيها الزوج الصالح. اللهم امين. النهارده ان شاء الله فيديو جديد، ان شاء الله هتخرجي منه كده مستفيده. بس فضلا منك قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفيني انا قناتي حب بيتك مع رشا، فضلا بقى وليس امرا حطي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله. النهارده هعمل معاكم خلطة، يعني وصفة حلوة. هنعمل عجينة البيتزا سهلة وبسيطة ان شاء الله، وهنشطب مع بعض المطبخ. فيديو سهل وبسيط، وعايزة اقولك هتستفيدي منه جدا في وجبات المدرسة. لان انا يعني هعمل النهاردة من كيلو دقيق هعمل كذا بيتزاية، وهعمل كمان ميني بيتزا. هنطلع لانش بوكس المدرسة اللي يخليكي توفري. ولو ما عندكيش لانش بوكس، بصوا انا معلش اعذروني بقى، لان انا عندي البرد تقيل والله العظيم، وعايزه اقول لكم قايمه شغاله بالعافيه والله. بس انا مش عايزه اكسل على القناه بتاعتي، وعلشان ما ترجعش تقع تاني. رغم ان بقالي 3 فيديوهات كده مش عارفه في ايه، هل الناس مش حباني ولا انا مش عارفه. صلوا على الحبيب علشان قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. ده كيلو دقيق يا بنات، هنحط عليه، انا ماليه الشفشق ده كده ميه. هبدا انزل حبه حبه، وهحط عليه كوبايه من الزيت وكيس الخميره، وحطيت شويه زعتر كده ورشه ملح ورشه سكر. هبدا اعجن كويس كده لغايه ما الاقي العجينه لمت معايا وما ما شبطتش في ايديا خالص. يعني انا عايزه افضل انزل كده بالميه حبه حبه، ما تنزليش مره واحده بالميه علشان ما تحطيش كميه كبيره. انا هفضل احط في زيت، يعني انا عارفه مقدار الزيت، انا عايزه كوبايه الا ربع من الزيت، فانا عارفه المقدار بتاع ايدي. هبدا انزل حبه زيت بحبه زيت لغايه العجينه ما تلم معايا. ما تنسوش كوبايه الزبادي، لو مش حابه انك انت تحطي كوبايه الزبادي تقدري تحطي معلقتين من اللبن البودره. مش عايزه معلقتين من اللبن البودره تقدري تحطي كوبايه لبن حليب. كل الحاجات ديت هتوفق، هتعمل معاك. بصوا معلش انا والله العظيم نسيت انزل كم الاسدال اهو، خدت بالي. فهنا بقى العجينه بصوا بقت معايا طريه وجميله. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. انا لميتها ما زودتش دقيق ولا زودت اي حاجه، يعني انا وقفت بس الفيديو على ما المها كده علشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. لكن انا هي المكونات فضلت اعجن فيها، وهي خدت كوبايه الا ربع من الزيت. تمام. انا هنا على فكره عملت كذا روتين في اليوم ده يا بنات، يعني انا بس انا طبعا هنزله لكم جزء جزء. انا عملت روتين البيتزا مع روتين الشقه اللي هينزل لكم من بكره. تمام. هنا بصوا بقى خمرت على طبعا ما طلعت عملت روتين بره في الشقه وصورت ومش عارفه ايه. كانت العجينه زي ما انتم شايفين كده هشه وخمرت. بصوا هنزلها معاكم ازاي. ما تنسوش بقى بالله عليكم يا بنات، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. جبر يتعجب له اهل السماء والارض. ما تنسيش تحطي اللايك للفيديو، لان اللايك بيرفع معايا الفيديو، بيخليه يعني يروح لغيرك يشاهده. وكمان كومنت حلو كده من قلبكم شجعونا بيه علشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا يبقى لنا كده طاقه ان احنا نقدر نصور تاني يوم وننزل فيديو. لان والله العظيم بسبب الثلاث فيديوهات بجد اللي هم اللي مش جايبين مشاهدات. بصوا هو ده رزق، انا عارفه ان ده رزق، والرزق كله بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايد العبد. بس احنا بنطلب منكم ان انتوا تدعمونا وتقفوا جنبنا. يعني في ناس بتدخل تشاهد الفيديو مثلا لغايه 3 دقايق وتخرج حتى من غير ما تجبرنا بلايك، فاهماني؟ رغم ان اللايك ده مش بيكلفكوا اي حاجه والله العظيم، ده هي ضغطه صغيره كده، لا بتكلفكوا فلوس ولا بتكلفكوا اي حاجه خالص. فانتي انا يعني انا مستفيده باللايك مش انتي بس بتجبري بخاطري بانك انتي تساعديني فتحطي لي اللايك، فاليوتيوب يقترح الفيديو بتاعي لغيرك، فهمتيني؟ ولو قدرتي ان انتي تحطي لي يعني كومنت اكون شاكره ليكي جدا جدا. وطبعا انا ممكن اكون طماعه شويه واقول لك شيري الفيديو بتاعي علشان خاطر اكبر عدد من الناس تشوفه. ف
انا يعني ايه سايبها لكم دي براحتكم يعني حتى اللايك براحتكم والله، بس ان يعني انتوا اخواتي وانا بطلب منكم كده علشان انا عارفه ان انتوا بتجبروا بخاطر الناس اللي فاتحه قنوات، عشان عارفين قد ايه احنا بنتعب في القناه بتاعتنا. ربنا يكبر بخاطركم ويرزقكم ويرضيكم، اللهم امين. بصوا انا كيلو الدقيق معايا عمل 6 بيتزات زي ما انتوا شايفين كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا بقى انا جبت الصواني جنبي كده وحاطه فيها زيت، وهبدا بقى كده ادهنها بالزيت زي ما انتم شايفين. وامسك بقى، بصي بططي العجينه على دقيق، كل ما تبططيها على دقيق مش هتلزق معاكي في الصينيه وهتبقى حلوه قوي. وافرديها بالفراده وخلي سمكها رفيع، مش يعني ما تسيبيهاش تخينه ومش رفيعه زي الرقاقه طبعا، لا خلي زي سنتي كده، فاهميني؟ تبداي بقى كده تبططيها، طبعا هي هتلم معاكي، فانت افرجي بالفراده وحطيها بقى في الصينيه وسيبيها ترفع زي ما بيقولوا كده او تختمر تاني. عايزه اقول لكم والله العظيم طلعت هشه وجميله الاكله دي. بصوا بقى، طبعا انا كل ما بنزل ممكن اجيب تمن موتزاريلا. العلب اللي قدامكم دي مره على مره، يعني انا جبت النهارده تمن، قعدت كام يوم جبت. يمكن انا بعمل البيتزا مثلا مره في الشهر، لان هي طبعا مكلفه، فانا علشان الميزانيه ما تخربش معايا هي مره في الشهر اللي انا بعمل فيها البيتزا. اول الشهر كده او اخر الشهر، يعني كل اخر شهر او كل اول شهر تلاقيني انا موفره على جنب كده قرشين. هي بتتكلف معايا 150 جنيه، فاهميني؟ يعني ده لو ما عنديش طماطم وفلفل، وانا بالفعل ما كانش عندي فلفل بس كان عندي الطماطم، فجبت يعني ربع الفلفل كان ب6 جنيه. والموزاريلا كانت موجودة عندي، اللي هو كل ما بنزل بجيب تمن واركنه تمن واركنه. فاول ما بلاقي ان هي اتكونت عندي عدد مثلا 4 بيتزات، خلاص يبقى انا هعمل البيتزا، لان اكتر حاجة مكلفة الجبنة الموزاريلا يا بنات. ان الكيلو منها ب180 جنيه، اللي هي الصفوة اللي انا بجيبها دي حلوة قوي، مطتها حلوة قوي وطعمها حلو. والله حاسة اني مش قادرة اتكلم، وحاسة ان انا باخد نفسي بالعافية. والله مش طالعة اديكوا طاقة سلبية، بس انا فعلا حاسة مش بس دور البرد اللي عامل فيا كده، حاسة باحباط كده مش عارفة ليه. بعد ما كنت مبسوطة من مشاهدات القناة بدأت ترجع لي تاني واهو يعني احسن من الشهور اللي فاتت. بتتحرك، لقيت ان بقالي 3 فيديوهات كده، مش عارفة في ايه. انا عارفين ساعات بحس ان انا يأست كده من اليوتيوب وتعبت منه، حاسة ان انا بتعب على الفاضي. طبعا ما فيش حاجة اسمها، انا عارفة ان ده شيطان بيوسوس لي، انا ما فيش حاجة اسمها بتعب على الفاضي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد تعبه، وبيدي كل واحد على قد مجهوده. اكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبي ده كده يعني. انا محتاجة اجتهد اكتر، ومحتاجة ان انا اشتغل كل يوم على القناة علشان خاطر ان هي ترجع تقترح تاني. بس والله هي كانت بدأت تقترح، انا مش عارفة ليه كده. غير كده في ناس عديمة الضمير، والله العظيم عديمة الضمير وعديمة الاخلاق مش عارفة اقول عليهم ايه. حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده والله العظيم. اي حد يدخل يأذي اي حد في شغله ربنا ينتقم منه بعدله، وحسبي الله وكفى. لما حد أم، انا معرفش مين، والله معرفش، مش حد معين يعني، انا مش هظلم حد، بس منكم ربنا بقى. لان اي حد كده يدخل يعمل بلاغة على فيديو ما فيهوش اي حاجة، القناة ما فيهاش اي حاجة غير روتين، غير اكل بس. فيها ايه القناة ان هي يتعمل عليها بلاغ يا جماعة؟ وفيها ايه ان يجيلي حقوق، يعني مش حقوق، يجيلي انذار على فيديو؟ فيها ايه القناة اصلا؟ وانا بطلع اعمل ايه؟ انا بطلع يعني اعمل اكله، اغسل مواعين، ارتب شقتي زي اي قناه روتين وزي اي ست مصريه عاديه والله العظيم. ايه بقى الداعي؟ يعني مين اللي متضايق مني قوي كده وفارسها الموضوع، او وتعمل لي بلاغ على فيديو؟ او طب ليه كده؟ انا يعني انا يعني ما اعتقدش انا اذي حد اصلا، الحمد لله رب العالمين. انا بحط راسي على مخدتي مرتاحه، لا بظلم حد ولا انا اصلا ما بتعاملش مع حد. هظلم حد ازاي؟ هجيب منين الناس اللي ممكن اظلمهم يعني؟ انا اصلا ما بتعاملش مع حد، انا في حالي جدا جدا جدا. انا حتى لو انا ناس بحبهم ولقيت نفسي اتحطيت في مكان معاهم غير مكاني، بنسحب وباخد جنب، مش زعلانه منهم، لا باخد جنب على ما الامور تتضح.
وبعدين نرجع لبعض تاني. لكن ان انا باجي على حد او باذي حد، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، ربنا يديني على قد نيتي، اللهم امين. واللي في قلبي للناس ربنا يديهوني، مش هقول اكتر من كده. كل اللي في قلبي لغيري ربنا يديهولي انا. فانا مش عارفه ليه ان حد، بصي هو دي مش تصرفات رجاله اكيد يعني، دي تصرفات ستات فاضيه، والله العظيم. ستات فاضيه قاعده زي ما يقولوا كده للسقطه وللقطه و... ونأذي في مخاليق ربنا. طبعا أنا هنا فردت كل العجينه خلاص وحطيتها في الصواني. عايزه اقولكم عملت 4 بيتزات، ما عملتش الستة، الاتنين التانيين عملتهم ميني بيتزا. هنا انا حطيت كاتشب على صلصة على صوص الرانش. انا عارفة ان هو بتاع البرجر، بس جربوه على البيتزا كده هتلاقيه تحفة والله العظيم. حطيت شوية زيت كده يدوا لمعة، ونزلت شوية ملح. كنت عايزة احط شوية فلفل اسود كده، بحبها ان هي يبقى فيها فلفل اسود بس انا نسيت. كنت جايبة ربع صدق من عند الجزار، طلعته بدري من الفريزر فاستطرى معايا يعني. هقطع كده كام صباع منه لان انا جايبه مشروم كمان هكمل بيه. المهم يا بنات ان انا والله العظيم ما عارفه مين اللي عمل كده. رجعت القناه تاني، رجعنا لنقطه الصفر، وده خلاني انا احبطت والله. انا بفكر ابيعها، بفكر اخلص من موضوع القلق ده. كل يوم اصحى اجري على استوديو اليوتيوب، ابص على ارباحي وابص على مشاهداتي، افضل اكتئب وفيديو يخليني ابقى مبسوطه وفيديو يخليني مكتئبه. فانا بفضي هنا المشروم ده بنات، انا متعوده بجيبه بس كان بيبقى اضخم من كده ولونه اصفر شويه. تمام. هنا لونه ابيض زي ما انتم شايفين، ده مش اضاءه، ده هو فعلا لونه ميته كانت بيضه جدا. هو تقريبا لسه جديد، فاهميني يعني صلاحيته لسه جديده ما كملش شهر. فمش عارفه هل ده عشان لسه صلاحيته جديده ولا ايه، بس انا ما حسيتهوش طعمه زي اللي كنت بجيبه، رغم هي نفس الماركه. بالعكس بقى ده بقى مفتفت ومبقاش حاجة حلوة يعني. فحتى بنتي قالت لي خلاص يا ماما عايزتش تجيبهولنا تاني، مشيها بقى بسطرمة وصدق بعد كده. بس هدهن الصواني كده، وطبعا بقى انتوا واحدة واحدة معايا كده وتشوفوا انا بعمل ايه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس يا بنات، فانا مش عارفة مين اللي اذيني وعمل لي بلاغ على القناة. مش عارفة الصوت وصل لكم ولا لا. حاسة ان انا اساسا صوتي عمال يوطى، مش عارفة. فحد عمل لي بلاغ، فرجعت المشاهدات قلت بعد ما كانت المشاهدات بدأت تظبط معايا. ما اعرفش مين والله، بس انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. ويجعل كد يعني كيدهم في نحرهم، اللهم امين. ويرد لكل واحد اعماله لنفسه، ويعطي كل واحد بقى على قد نيته لغيره. يعني كل حد آه، ليه نية كده لحد ربنا يديله على قدها. بصوا هي اللمبة اللي فوقية كبيرة مع الألمونيا دي عكسة معايا الإضاءة، أنا نفسي عينيها وجعتني. فمعلش والله اعذروني، أنا بحاول أظبط الإضاءة على قد ما أقدر وحياة ربنا. جوزي زهق مني والله العظيم، كل شويه اقعد اقول له لا انا مش عايزه اللمبه دي هنا، لا ركب لي لمبه هنا، لا هات لي لمبه مش عارفه منهني نوع. والله العظيم جاب لي لمط كتير وبصوا الاضاءه برضو مش عارفه بقى اتجاه اللمبه عشان فوقيه يعني. فانا هحاول ان انا اخليه يشيل من فوق ويحط في الجناب افضل، علشان الاضاءه ما تبقاش مزغلله العين بالطريقه ديت، وممكن تزهقكم وتخليكم تخرجوا من الفيديو، ودي حاجه هتتعبني انا نفسيا. بس فانا بقى حبيت اتكلم كده واقول يا جماعة والله اللي بيحارب الناس في رزقه ده، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والله بتاع ربنا، لا بتاعي ولا بتاعك ولا بتاع اي حد. لو رزقي عند عدوي ربنا هيجيبهولي على ايد عدوي. شفتوا بقى لغاية فين؟ والله العظيم ده ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ربنا الجبار، ربنا آم، بصوا يعني الوهاب هيوهبني. اكيد تعبي ده مش هيروح على الارض، ربنا سبحانه وتعالى هيوهبني آه، نظير تعبي، هيوهبني كل اللي انا بتمناه، هيوهبني اجر شغلي. فاهمين؟ يعني ربنا اسمه الجبار اكيد هيجبرني. فانا لا خايفه من بلاغات تيجي على القناه، ولا انا خايفه من ديسلايك اللي بيتحط على الفيديو، ولا انا خايفه منك. مش خايفه من حاجه. انا معايا ربنا سبحانه وتعالى، ورزقي في السماء مكتوب لي.
بيكي من غيرك هاخده، اللي بتأذيني في قناتي بيكي من غيرك والله انا هاخده. آه، معرفش الكره والحقد اللي في قلوبكم بتجيبوه منين، بتركعوا لربنا ازاي، تركعوا لرب العالمين ازاي، انا مش عارفه والله العظيم. تركعوا تقولوا له ايه؟ تقولوا له سامحنا احنا بنأذي الناس؟ طب الفيديوهات فيها ايه اتعمل لي عليها حاجات كده، مش عارفه اقول ايه والله العظيم. المهم يا بنات، انا عملت ميني بيتزا زي ما انتم شايفين. طبعا انا عايزه اقول لكم احنا اتغدينا، اتبقى طبعا من صواني البيتزا دي بيتزا حطيتها في العلب، هتشوفوها دلوقتي. انا مسويتش غير بيتزتين بس على فكره، مشي في واحده في التلاجة، في اتنين في التلاجة، جوزي وابني لسه ما جوش. واللهم صل على سيدنا محمد. بصوا ما لزقتش والله يا بنات، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ وطريه قوي وجميله وهشه، ومش عايزه اقول لكم البيتزايه دي من غير خضار، ديت جبن على مشروم على صدق، من غير اي خضار، بنتي مش بتحب الخضار. التانية دي بقى طبعا والله العظيم عايزه اقول لكم البيتزا كلها كان طعمها حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم اتفضلوا معايا، ولا الجبنه على جمال الجبنه وهي سخنه، تحفه تحفه تحفه. طبعا دي هتوفر معاكي غدا. عملتي غدا، عملتها مثلا ب 150 جنيه، هي كلفت 150 جنيه، تمام. طيب 150 جنيه بالجبن ده كله، على فكرة انا بحسب لكم اهو ميزانية حتى الحاجة اللي كانت موجودة معايا في البيت، عشان لو حبيتي تعمليها دي لاربع افراد، لا دي لست افراد، علشان هما 6 بيتزات، كيلو دقيق بيعمل 6 بيتزات. طيب انت لما يبقى 6 افراد هتعملي ب150 جنيه، وهيكفوكي غدا وهيكفوكي عشاء وفطار، ده عظمة، والله عظمة على عظمة يا ست. بصوا البيتزا والله العظيم حكاية، كل مرة بعملها بنبهر بيها والله العظيم. شايفين نقطة الجبنة وجمالها؟ والله كان طعمها حلو جدا 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 جدا. تحطي بقى عليها الكاتشب كده، وتقعدي بقى كده تاخدي كده كوباية سبورت كولا كده، وتقعدي او كوباية عصير. بس بصراحة هي البيتزا عايزة سبورت بقى. اوعوا تقفلوا الفيديو، انا لسه هغسل مواعين، انتوا هتسيبوني وتمشوا ولا انا هغسلهم لوحدي؟ المهم، هنا بقى بصوا الميني بيتزا طالعه طريه وجميله ازاي، والله العظيم كانت حلوه قوي. هنا بقى انا حطيت انا سبتها طبعا لما تبرد عشان اقدر اوريها لكم. جبت بقى العلب ديت ورحت جايه رصاها فيها كده عشان ادخلها الفريزر، علشان تطلع على طول تبرد كده وياكلوها. تدخليها بقى في الميكرويف، ما عندكيش تدخليها في الفرن، اي حاجه، اي حاجه تسخنيها فيها مش مشكله، هتتسخن معاكي وهتبقى زي الفل. ودي البيتزا اللي فضلت من بيتزتين، يعني انا وبنتي بس اللي اتغدينا، دي من بيتزتين. فطبعا اهو هتفطري وهتتعشي وهتتغدي، 3 وجبات ب150 جنيه والله، وهتكفيكي كمان يوم عشاء. فاهميني؟ حلوة قوي. ويعني اما تعمليها كل شهر مش هتبقى بالنسبة لك مكلفة، يعني مش اكيد هتقدري توفري في الشهر 150، ده الواحد بيوفر اكتر من كده. ولا ايه؟ ولا ايه التوفير اللي بتاعت الايام اللي فاتت نسيتوه ولا ايه؟ هنرجع نعمل فيديوهات توفير تاني. هنا بقى قلت الم المواعين بتاعت بصوا انا كنت بغسل المواعين والبيتزا في الفرن، بس انا قلت احط لكم الفقره دي في الاخر. حلو الكلام، حلو الكلام اللي وصل بقى معايا لغايه هنا، فضلا منك وليس امرا. اضغطي بقى كده على اللايك، واكتبي لي كومنت حلو كده، وقولي لي انت بتتابعيني منين، و الاسعار عندكم عامله ازاي، لان كل منطقه سعرها غير التانية. فاحكوا لي بقى انتوا منين، وبتتابعوني منين، وعرفتوني منين ولقطوني منين. هغسل بقى كده شويه المواعين على ما الحاجات اللي في الفرن كده تطلع. انا وريتكم طبعا الحاجات اللي في الفرن، عايزه اقول لكم، كنت عايزه اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا، والله كانت حلوه جدا جدا، هتوفر معاكي حلوه قوي قوي قوي. عايزاكم كده طول ما انتوا واقفين ما تنسوش الذكر، تذكروا الله وتصلوا على الرسول وتحوكلوا وتسبحوا، ودايما تقولوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كل اللي طلب عند ربنا سبحانه وتعالى ادعي بالدعاء ده، وربنا ان شاء الله هيقضي لك حاجتك. دايما ادعي بيه واذكري حاجتك، وان شاء الله ربنا يقضي حاجتك وحاجتي وحاجة كل يا رب من لي دعوة عند ربنا سبحانه وتعالى. ادعي دايما وقولي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وسبحي وصلي على الرسول، وان شاء الله كل دعواتكم تستجاب، وربنا يجبركم ويرضى عنكم، ويرزق ازواجكم، وما يحرم من ولادها ابدا ابدا، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويرزق كل بنت بالزوج الصالح، ويسعدكم ويملى بيوتكم كلها خير وسعاده، ويجعل الايام الجايه كلها عندكم سعاده وفرح وخير، وما يكسر اب قدام ولاده ابدا ابدا، ودايما يدخل لهم بالخير، وبيوتكم تبقى مستوره دايما يا حبايب قلبي.
انا مبسوطه جدا جدا ان انا ببقى معاكم، وكل ما بقف تاني وارجع واشتغل، وان شاء الله القناه دي هتكبر بفضل ربنا سبحانه وتعالى بوجودكم معايا. مفيش حد كان كبر في شغله او على اليوتيوب الا وكان صغير. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحقق لي حلمي ويحقق لكم حلمكم، ويجدي كل حوائجنا ان شاء الله. اعذروني والله لو كان صوتي واطي، انا فعلا تعبانه وعندي سخونيه وبرد، وبجد مش قادره خالص. بس قمت اشوف بيتي وولادي وشغلي علشان شغلي ما يقفش، وعلشان حياتي ما تقفش. لو نمت في السرير بجد بكره اول يوم كليه بنتي، وعايزه ابقى كويسه. عايزه اقول لكم ان انا جايبه لها لانش بوكس والله العظيم، فعايزه اظبطها كده واقوم الصبح ما بقاش نايمه وهي نازله ونايمه تعبانه. فربنا يقويكم على اولادكم، اللهم امين، ويرزقكم برزقهم. انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تحطوا لاختكم اللايك الجميل.